رحت انا وواحده صاحبتي لدكتور تغذيه علشان نعمل دايت. دخلت وزنت واداني ورقه، هي دخلت وزنت واداها نفس الورقه، خرجنا لقينا نفسنا عندنا نفس الوجبات. قالوا نعرف يعني ايه حرق، مم. لان احنا لما هنفهم كلمه يعني ايه حرق هنفهم ان الموضوع مش زي ما الناس فاهمه خالص. دايما بقى الحلول بتبقى طب خدوا كالسيوم، خدوا مغنيسيوم، عشان النوم وعشان الهشاشه. والرجاله وستات تلاقي دخلوا بقى في السن ال40 وال50 وبداوا ياخدوا فيتامينات عشان هو كده. بنتحول لكأني انا برميل وعمال ارمي والبرميل ما بيتمليش. بعد ال40 ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا منى؟ حصل حاجات كتير قوي يا لينا، ومن ضمن الحاجات اللي حصلت ان الجاكيتات ما بتقفلش دلوقتي. جاكيتات ما تقفلش؟ ومش جاكيتات هنا بس، جاكيتات كل صحابي تقفلش عليك؟ لا يا دي جماعه حاجة. لازم الموضوع الجاكيتات ده لازم ناخد بالنا موضوع. منه علشان اللبس غلي قوي، فكل واحد يحافظ على وزنه جاكيتته. علشان يحافظ على جاكيتاته. طب دكتور منى معانا ايه ورانا. عشان ترد على موضوع الجاكيتات. دكتوره منى الجزيري، اخصائي التغذيه العلاجيه. تمام. ودكتوره منى اول حاجه تعملها انها ترد على موضوع الجاكيتات بتاعتك. انا يا ايه دكتور، موضوع الجاكيتات؟ انا ما غيرتش لما دخلت مرحله الاربعينات واوائل الخمسينات، يعني ما غيرتش من نمط حياتي في حاجه. يعني انا طول عمري ما بلعبش رياضه للاسف، بس كنت رفيعه برضو من زمان. يعني طول عمري ما بلعبش رياضه بس رفيعه، ونفس نسبه اكلي هي ونفس شغلي ونفس مشاويري، ما فيش حاجه اتغيرت. ومع ذلك فجاه من غير مقدمات لقيت الدولاب كله اضياء، يعني بقى في مقاومه كده. وطبعا دي خساره على كل المستويات، يعني طبعاً. مستوى طبعاً. المادي والمستوى النفسي. ايه طيب. بقى ليه يا دكتور؟ طالما لبسي ده عليا يبقى انا تخنت. اكيد. طالما تخنت يبقى لازم اراجع بشكل تفصيلي. اغلب الستات بتقول الجمله اللي انت بتقوليها دي، انا كل حياتي زي ما هي. بس يا جماعه الحقيقه هو نيفر ان حياتنا هتبقى كوبي وبيست في مختلف المراحل. ديفينتلي. واحنا اصغر، لو عيالنا اصغر، احنا طول النهار بنبذل مجهود بنجري معاهم. وراهم. وانا في ال40 وفي ال50 الكلام ده مبقاش موجود. وانا في الجامعه بذاكر وبروح وبنزل وبمشي مع اصحابي وبخرج، حتى لو مش بلعب رياضه. الناس مش حاسبه ان ده بالنسبه للجسم هو كالوري كونسيومينج. فبتبقي بتاكلي زي بالظبط اللي بيلعب رياضه. يقولك انا اول ما وقفت رياضه تخنت. هو بمنتهى البساطة الرياضة كانت بتأبزورب الإكسترا كالوري، زي الأكتيفيتي زيادة وإحنا صغيرين ما كانت بتأبزورب الإكسترا السعرات الزيادة، بتمتص السعرات يعني الزيادة. هي بتهيأ لها إنها نفس النشاط ونفس لكن عمرها الروتين، ما هتبقى نفس الحاجة. مش نفس الحاجة، وده اللي بيفرق. بالظبط مش كده. إن الحرق قل. الحرق، خلينا عشان نرد على الجملة دي أو السؤال ده، تعالوا نعرف يعني إيه حرق. لأن إحنا لما هنفهم كلمة يعني إيه حرق هنفهم إن الموضوع مش زي ما الناس فاهمة خالص. الحرق هو بالظبط الطاقة اللي جسمنا بيستخدمها علشان يؤدي وظائفه الحيوية. يعني إيه وظائف حيوية؟ يعني قلب، كلى، رئة، كبد، مخ. مش دي أجهزة الجسم؟ سؤال بقى، هل فينا حد في لقطة من اللقطات جهاز من الأجهزة دي قرر يقف وما يشتغلش عشان نقول إن هو الجسم بطل يحرق؟ يعني مفيش اختلاف خالص في معدل الحرق بتاعنا في العشرينات والثلاثينات والاربعينات والخمسينات. مفيش اي اختلاف. الاختلاف الوحيد اللي بيحصل هو في الكتلة العضلية وشغل العضلات، لأن مش العضلات دي يعني مختلفة. تختلف انت اللي بتشغليها، قلبك مش انت اللي بتشغليه، كلى والكبد شغالين أردنا أم لم. لكن الحاجة اللي احنا بنتحكم فيها في حاجتين بيختلفوا في الحرق، واحنا اللي بنقرر اختلافهم. العضلات لأن دي أكبر جهاز في الجسم، دي اللي مغطية جسمنا كله. صح كده؟ فلو أنا قاعدها ساكتة وطول النهار قاعدة على الكنبة، طب ما أنا معطلة جهاز من أجهزتي كنت وأنا صغيرة بشغله في مشاويري وفي مروحي ونجي، وبعدين لما كبرت ما بقتش بشغله خالص. يبقى مش حرقي اللي قل، أنا اللي قللت حرقي. طب ده احنا عايشين بهذه الفكرة طول عمرنا. احنا حاسين المشكلة ان احنا حرقنا بيقل لما بنكبر.
الحرق بيقل فلازم مش عارفه تاخد بنلوم بالك. الحرق طول النهار. ما بالظبط دي بنلوم مقولة هو اللي الحرق. على غلطان. فكرة، دي مقولة مخلية الستات عندها ديبريشن. ليه؟ بالظبط ليه؟ لأن بالظبط. الناس الستات متخيلة إن أنا بعد ال40 حرقي خلاص ما بقتش فكده كده بحرق، هتخن، فمش فأنا فارقه لازم هعمل ايه، أتخن. هتخن. ده طلع مش حقيقي فاللي بقى. هو خالص يا ملوش ديبريشن أي. يا اكتئاب يا اما تسليم، اللي هو انا مهما عملت حرقي هفضل كده. قليل صح. فمش ممكن هخس. والمشكلة بقى آه. كمان إن هي بتقول لنفسها الكلمة اللي أنت لسه كنت بتقوليها، أنا ما غيرتش حاجة من حياتي. لا، طب أنت والله في حاجات والله ما اتغيرت، غيرت. حاجات اتغيرت وانتي حاجات بسيطه مش، واحنا مش واخدين بالنا. هي مش بسيطة، هي لايف ستايل اختلف تماما يا جماعة. هل صح. انت اللايف ستايل بتاعك النهاردة هو وانت في الجامعة؟ لا طبعا. لا هل طبعاً. اللايف ستايل بتاع اي ام في الخمسينات هو لما كان عيالها صغنطاطين؟ صح. يعني دي حاجات هو مش ما بيبقاش هو بس ممكن يبقى النشاط متوجه لحاجة تانية. يعني بدل ما يبقى مع الولاد لو في أطفال أو كده بيبقى في الشغل. في ناس بتبذل مجهود أكتر في الشغل في مراحل بس في مراحلنا كبيرة. كل ما بنكبر كل ما بنقعد على المكتب بنشتغل بس واحنا قاعدين على المكتب. اللقطة بتاعت كلمة ان انا ببذل مجهود، القعدة على المكتب بتتعب لكن مش بتستهلك كالوري. هناك بالظبط. فرق شاسع بين الاتنين. تمام. اجهاد حاجة واستهلاك كالوري دي حاجة تانية خالص. طب دكتورة منى، المحتوى بتاع حضرتك على السوشيال ميديا، يعني دخلت بقى اتفرجت على الفيديوهات كلها، معظمها موجه بعد 40 وبعد 50 تحديدا. لو احنا مفيش حاجة بتختلف في معدلات الحرق، ليه الفئة العمرية دي مهمة ان انتي بتوجهي لها الكلام معظم الوقت؟ هو انا دايما كمان بركز قوي على مرحلة ما بعد 50 باعتبار ان هي في الأغلبية العظمى من الستات هي مرحلة انقطاع الدورة. انقطاع الدورة يعني ايه؟ يعني هرمونات بنفقدها، الاستروجين والبروجستيرون. الاستروجين بالذات ده ليه شغلانات كتيرة في جسمنا، ولما بنفقده بيتسبب في مشاكل زي دايما تلاقي الست عند مرحلة انقطاع الدورة بتشتكي مثلا ان جسمها بيوجعها، مفاصل والعضلات. ليه؟ لان الاستروجين ده من ضمن وظائفه ان هو مضاد للالتهاب. فلما بفقد مضاد للالتهاب تبتدي العضلات والمفاصل تلتهب. الاستروجين فقدانه بيأثر على المود بتاعنا. فتلاقوا ستات كتيرة قوي ما بين العصبية وما بين الدبريشن طول الوقت. على طول. احنا على طول ومود طالع ومود نازل. ودي بالظبط كده اللي هي المود سوينجز اللي بتحصل في swings المرحلة رهيبة. دي. اختلاف الحالة النفسية. ده حاجة من الأعراض الطبيعية. من ضمن الحاجات برضو الأكل كتير. لكن مش ان الحرق بقى قليل، ان احنا بناكل اكتر. احنا بناكل اكتر. ليه بقى؟ برضو هفكرك بالبيريد قبل ما بتيجي. كتير قوي من الستات بتشتكي من جوع شديد اللهجة قبل الدورة الشهرية. بالظبط قبل الدورة الشهرية. نفس اللقطة بتحصل في مرحلة المينوبوز برضو بسبب لخبطة الهرمونات. الفكرة كلها ان انا بيجيلي جوع، انا لسه واكلة بس انا جعانة، انا مش عارفة اشبع. انا دايما اقول احنا بنتحول لكأني انا برميل وعمال ارمي والبرميل ما بيتمليش. صح. تمام. الستات ليه بقى بتتخن في المرحلة دي؟ لأنها بتمشي ورا الإحساس ده، ما بتقفش مع نفسها تقول لا 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 ده هرمونال، لا أنا بدل ما أكل أنا هدخل حاجة أعمل حاجة أشربها. وإنها تلهي نفسها عن الفكرة بتاعت كلي 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 بس بعد فوات الأوان. ما احنا عايزين بقى نرفع الوعي بتاع الستات، علشان الشكوى دي زيادة الوزن اللي في مرحلة 50 أو مرحلة انقطاع الدورة مش المفروض تحصل. لو كل ست فهمت جسمها شغال ازاي، وإن إحساس الجوع ده إحساس خاطئ مش احتياج جسم. أولا معودش نفسي إن أنا آكل، لأن خدي بالك ما زاد عن حده قلب لضده. ما أنا لو هاكل فاكهة طول الوقت، طب ما الفاكهة صحية هتخن. لو هاكل مكسرات أي حاجة هاكلها زيادة بتزود. يعني احنا حركتنا قلت وبناكل اكتر وفاكرين ان جاكيتة ما بتقفلش عشان الحرق هو القليل. يعني ده مش انتوا بس، والله الستات كلها يعني فاكره كده. هو مع الاسف الاربعينات والخمسينات مش مقفوله على الستات، ما الرجاله كمان بيدخلوا في سن ال40 وال50. صحيح. نسبه بقى الحرق والاكل الزياده اللي هو الرغبه في الاكل وكده، يعني بتبقى عندهم نفس الرجاله ما الشكل ولا في اختلاف؟ الاختلاف الشارب اللي بيحصل لنا
ما عندهمش. احنا بنفقد الحاد ده، الاستروجين. الاختلاف الحاد ده ما ما بيحصلش عندهمش للرجاله. اللقطة دي. يا بختهم. ما عندهمش اللقطة دي. فالكبر بالنسبة لهم مرحلة متدرجة، فما بيحصل لهمش اللخبطة بتاعت الهرمونات والجوع اللي مش مفهوم سببه والمود سوينجز يعني اللي ممكن بتحصل. في المرحله دي يبقى هو جسمه زي ما هو، ما فيهوش هو مشكله، المشكلة ما بيحسش برضو. باختلاف بس قوي. ساعات بيقعدوا خدوا يقولوا ان بالكم هم برضو. عندهم كرش، والكرش ما بينزلش بسهوله زي زمان، هي نفس ولا بيقولوا كده الفكرة. بس عشان احنا انا ما نحقدش الراجل عليهم وهو وما عنده ندهمش 50 عين. سنة، لا هم بصي يستاهلوا نحقد عليهم يستاهلوا بصراحة، صح. لأن هم مجرد ما يقرروا يخسوا ويلتزموا بس لمدة شهر بيخسوا. ليه بقى؟ ايوه ده السؤال، هل لا. عشان الحرق بقى عندهم ما هو دي اسهل من عندنا؟ لا، هو تكوين جسم الراجل غيرنا. الراجل عنده كتلة عضلية غيرنا خالص. يعني لو جبتي راجل وست بنفس الطول هيبقى هو عنده كتلة عضلية أكبر كتير قوي. أيوة. احنا قلنا كلمة حرق يعني شغل أجهزة الجسم، يعني هو عنده جهاز أكبر من جهازي كتير قوي، فلازم يبقى باستهلاكه للطاقة للكالوري فهو بشكل أسهل. طبيعي بيحرق بيخس اعلى أسرع. فعلا، ده طبيعي. وبيخس آه. اسرع من مش الستات. احنا مش اقل، يعني احنا معدلات حرقنا واطيه. لا، احنا بالنسبه للستات ده الطبيعي بتاع الستات، وللرجاله معدلات حرقهم اعلى بحكم تكوينهم الجسماني. ليه الرجاله بقى بتتخن في 40 وفي 50؟ بنفس الفكره، اختلاف اللايف ستايل. اللي كان بيجري بيشتغل مندوب دعايه مثلا بقى بقى قاعد طول على النهار مكتب. قاعد على مكتب. ممكن يكون قاعد على مكتب. هي فكرة اللايف ستايل. وبعدين احنا بقى رجالة وستات عندنا مشكلة كالتشر، ثقافة، ما بنلعبش رياضة. للأسف. فبتبقى النتيجة ان هو كمان اكله اللي كان بياكله ما بقاش بيستهلك بالقدر الكافي، وبالتالي بقى بيتخن. الرجالة بقى احنا بنتخن على مدار عمرنا طبقا لجيناتنا، وبعد انقطاع الدورة اللي بنتخن من بطننا. حلو. ليه بقى؟ ده هرمونال. الدهون بتروح في الستات في المرحلة دي للبطن بشكل أساسي. فيديو رائع انه يعني لو نتعود نشفط بطننا بشكل مستمر واعي على مدى اليوم هيحصل فرق وهيحصل اختلاف. حجم البطن ده متكون من حاجتين، ما بين ان انا وزني زياده فعندي دهون في بطني، وما بين ان انا عضلاتي ضعيفه، عضلات بطني ضعيفه، وبالتالي الكبد، الطحال، المعده تتملي تلاقي بطني طلعت لقدام، لان عضلاتي ضعيفه فمش لما الاجهزه وراها. لما بتعود ان انا بشفط بطني على طول، ده اسمها علميا static exercise، يعني اللي هو انا بعمل تدريب وانا قاعده في مكاني. دي بتقوي العضلة وبتساعد العضلة ان هي تلم حجم البطن لجوه. اي حد فينا هيشفط بطنه حجمها هيصغر. وهل بيقوي عضلة البطن؟ يعني لو فعلا اتعودنا ان احنا شافطين انا بطننا. ابتديت اعمل الحكايه دي. برافو عليك. وقلتي ان ده بيفرد الظهر كمان. جدا. قلتي ان ده بيفرد الظهر. والفردة الظهر دي الناس مش واخده بالها. انا لما اشد ظهري لفوق انا بدرب عضلات ظهري برضه. صح. ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا علشان احافظ على فقراتي. احد مشاكل احنا لما نكبر، لو ربنا قسم لنا عمر ان شاء الله، وقوع الكبار طبعا. اي حد عنده ابوه وامه في المرحله العمريه دي، الاب والام الكبار بيقعوا، وتبقى الوقعه ساعات فيتل، يعني بتبقى ساعات ممكن تبقى بدايه النهايه خالص. يعني كده. الوقعه دي ايه سببها؟ قله الحركه وقله الرياضه خلت عضلات الاتزان، اللي هي العضلات الجانبيه اللي في الفخذ ومنطقه الهانش دي بتضمر، وبالتالي ضمرت، بقت ضعيفة، ما بقتش شايلة الجسم، فأي كعبلة صغنططة تلاقيهم الكبار وقعوا. أيوة. فرياضة مش اوبشنال لو أنا عايزة أحافظ على نفسي. مودي بيتأثر بالرياضة، وزني بيتأثر بالرياضة، صحتي العامة ومفاصلي وعضلاتي بيتأثروا بالرياضة. احنا كلنا عايزين نعيش بنخدم نفسنا. ولما تتكلمي عن الرياضة يا دكتورة منى، بالنسبة للراجل وبالنسبة للست مع تقدم العمر بيبقى الرياضة دي أهم، يعني أهم حتى يمكن من سنين العمر اللي أصغر، إنه خلاص أنت دلوقتي محتاجة تحافظي على الكتلة العضلية زي ما كنت بتقولي، اللي هي بتبتدي إن إحنا نفقدها، مش كده؟ بالظبط. فالرجالة يعني والستات الاثنين محتاجين يشتغلوا على موضوع الرياضة ده جدا في السن ده جدا. هو مش في السن ده، هو احنا المفروض نعود ولادنا يطلعوا. طبعا لا أكيد، بس قصدي لو حد ما بيلعبش رياضة، يعني قصدي لو حد ما بيلعبش رياضة ياخد باله ان في الوقت ده مهم، علشان زي ما انتي بتقولي كده انه بنبقى معرضين اكتر للوقوع، او ان احنا الكتله العضليه احنا عندنا مع اقتراب ال60 عندنا حاجه في جسمنا بتحصل اسمها ساركوبينيا. دي يعني ايه؟ يعني فقدان العضلات مع الكبر.
نقدر يعني نتغلب عليها ازاي؟ بحاجتين. نهتم قوي باكل البروتين الحيواني، لان البروتين النباتي مش بيعوض البروتين الحيواني، زائد الرياضه. طب دي نقطة مهمة. لينا انت كان عندك دايما مشكلة في أنظمة الغذاء، لخبطه بقى في اللخبطة طول النهار في رسائل بتجيلنا كده، بنتلقى يعني رسائل طول النهار، حاجات متضاربه بقى. كيتو، كله لحمه ما تاكلوش لحمه، لبن لا بلاش لبن، الشوفان مش قمح، لبن اللوز مش اللبن مش عارفة ايه، intermittent fasting، صيام متقطع لا بلاش، كله بعد الساعه 7، بلاش تاكلوا بعد الساعه 7. أنظمة كم يعني حاجات كنا رهيبة. زمان الدايتس يعني أسهل من أبسط، لا واضحه وبسيطه وبسيطة يعني تقلل كمية، تعمل تاكل مثلا تتعشى خفيف، لكن دلوقتي ومن ضمن الحاجات برضو ما تفطرش، اخر وجبه او لازم الفطار، تفطر. ما هو في او الاثنين بقى، لازم في تفطر، رسالتين بقى، لا يا لازم يا ما تفطر تفطرش يا ما تفطرش خالص، يا اما لازم تفطر. ما تتعشاش او لازم تتعشى، ما تاخدش وجبات في نص اليوم ما بين الفطار والغداء والعشاء، لا لازم تاخد أو تاكل وجبات في 5 نص مرات. فمتضاد لخبطة رهيبة. العكس. طيب العكس. خليني احلها لكم. طب التغذيه ما فيهوش كل الافتكاسات دي. طب التغذيه عباره عن لو انا عايزه احافظ على وزني، هي تغذيه متوازنه بالاحتياجات جسمي، بكالوري، بمعنى كالوري ديفيسيت، يعني اقلل الكالوري عن احتياجات جسمي. تبقى الكالوريز اقل من اللي احنا محتاجينه علشان افقد وزن، ما عشان جسمي يستهلك الدهون كطاقه، بس عشان يحرق بقى، عشان يستهلكها كطاقه، وبالتالي هفقد الدهون، هفقد الوزن. لكن اي نظام خارج عن حياه البني ادم الطبيعيه هو عمره قصير. ايوه انت قلتي ما تمشوش تعدوا الكالوريز. طب نعمل ايه يا دكتور؟ نيفر يا جماعه، نيفر. ما هو انا لما اعد كالوري هنعرف ازاي؟ طيب بناكل انا قد لما إيه؟ ما انت لو انا مش عارفه مضطره الجا لحد فاهم. ماشي. لما اعد كالوري، هو البروتين فيه كالوري والنشويات فيه كالوري. يعني انا لو خدت 6 معالق رز مثلا فيهم نفس الكالوري بتاع ربع الفرخه، طب دول تاثيرهم على جسمي غير ده خالص، في ميكانيزم يعني فقدان هي مش كالوريز الوزن بس، هي كمان ايه نوع الكالوريز طبعا، وبالانس. وفي نفس الوقت انا واحده بجوع امتى؟ في ناس بتجوع بالليل، مفيش حاجه اسمها ما تاكلوش بالليل يا جماعه. لا الاكل بالليل بيتخن، ولا الاكل الصبح بيتحرق، ولا خطر ان انت تنامي. دي برضو حاجه شائعة الاكل الصبح ما بيتحرقش. هو انت في الاخر كل حاجه انتوا عايزينها الصبح عشان كده هتتحرق. لا، وزنك عباره عن اكلتي ايه في ال 24 ساعه فيرسس استهلكتي قد ايه سعرات في ال 24 ساعه. طب بس انا هقول لك حاجه يا الصبح دكتور، اكلتيهم بالليل، مش هي دي طب القضيه. انا بقى عملت الحاجه الوحيده بقى اللي قلت هجربها من كل الحاجات اللخبطه والرسائل المتضاربه اللي انا بشوفها طول النهار دي. قررت اعمل الانترميتنت فاستنج، ده الصيام المتقطع، والحقيقه ان هو اشتغل. فده معناه ايه؟ هقول لك مثل بالعكس شويه. رمضان ما هو الا انترميتنت فاستنج. بس انا بدخن في رمضان. طب مش عارفه ليه. رمضان 16 ساعه صيام و7-8 ساعات اكل. تقريبا نص البلد دي ما كانش 3/4 بيتخن في رمضان. يبقى هو مش على حسب انا صمت كام ساعه واكلت كام ساعه، هو انا اكلت قد ايه في الكام ساعه دول. انا بخس في رمضان حلو، وغيرك عشان ما بعرفش اكل في ال8 ساعات دول. يبقى هي الفكره كلها في اجمالي ال 24 ساعه، ايا كان انا اكلت في كام ساعه، انا اكلت قد ايه. انت ليكي فيديو بتقولي فيه ان التفاحه دي نفس الكالوريز بتاعت المانجايه دي. ده المانجا دي اساسا يعني مع ان عدو ناس كتيره في الدايت. ايوه كل الناس تقول لك اوعى تاكل مانجا، ولا مانجا ولا بلح ولا تين ولا عنب. انت قلتي ان دي قد دي، فده معناها ان ممكن لو الواحد مانجايه وتفاحيه نفس الوزن، هم بالظبط نفس الكالوريز. تمام. ولو عنقود عنب بنفس وزن التفاحه، هم بالظبط نفس الكالوري. يعني مش لازم حد يحرم نفسه من حاجه. الخمس حاجات خالص في الدايت خالص، الخمس حاجات اللي انت قلتيهم، مانجا، عنب، موز، بلح، تين، دول اللي ياخد منهم باله منهم مريض السكر. ليه؟ لان هم سرعه الامتصاص جدا، وبالتالي بيعملوا ارتفاع سريع في السكر. لكن في الدايت هي مشكله المانجا ايه؟ على فكره مشكله المانجا مش في انها كالوري اعلى، لان الناس بتحبها وبتاكلها كتير. فمش هياكلوا مانجايه واحده بس كده، باكل 3-4 مانجات. هي دي المشكله، هي دي بقى اللي ساعتها لكن مش المشكله في ان انا اكلت مانجا. انت دايما بتقولي ان اكتر حاجتين بتبوظ الدايت الحرمان والجوع، وكمان اليوم الفري. ليه بقى اليوم الفري؟ ليه؟ لأن احنا الأكل والشبع وحجم المعدة والاكتفاء الذاتي من الصنف ده برمجة هنا، تعود. فلو أنا هحرم نفسي طول الأسبوع
واجي في يوم بقى اكل حتى السماله. انتوا مش عارفين الناس بتعمل ايه في اليوم الفري ده. تمام. اولا انا ببرمج دماغي على كلمه امتى اكل كتير، صح ولا لا؟ صح. بتبقى النتيجه ايه؟ ان انا اولا ما بتعلمش خالص ازاي اكل اللي انا بحبه بكميات معتدله. فالناس اللي بتعمل الدايت بشكل 6 ايام حرمان ويوم فري دول كلهم بيتخنوا تاني. لان اول ما بيوقف دايت هو ايه الحته اللي مستني بقى ان هو بتريحني؟ يرجع تاني. انا بستريح في الاكل الكتير، فانا اوتوماتيك كل واحد فينا بينام على الجنب اللي بيريحه زي ما بيقولوا، فاوتوماتيك بيرجعوا ياكلوا بنفس الكميات دي بالتدريج بيرجعوا تاني. فمش هينفع، فده يعني مش هيقدروا يفضلوا خاسين او ملتزمين طول العمر. ده أول مش هيبقى مشكلة. لايف ستايل. دي اول مشكله. وبعدين انا ما اتعلمتش احل مشاكلي ازاي. صح. يعني اللي بيحب ياكل شوكولاته ما اتعلمش ياكلها ازاي، اللي بيحب ياكل بيتزا وبرجر ما اتعلمش يشغل دماغه. يا جماعه الاكل عباره عن، او الحفاظ على الوزن او النجاح في الدايت عباره عن تشغيل دماغ وانا باكل. يعني هديكي مثلا ما هو انا بعك، انتوا متخيلين انا ما بعكش؟ ده انا استاذه عك، بس انا بشغل دماغي وانا باكل. يعني لو انا هاكل برجر، وانا بعلم الناس الكلام ده، اللي هو هاكل برجر بروح شايله وش العيش، يبقى انا كده قللت اقلل الخسائر شويه من الخسائر. بالظبط. صح. يعني ما فيش حاجه ما اسمها تحرميش نفسك، بس في نفس الوقت ما انا بعمل تروحيش. كده في الكميه. يعني لو انا نفسي رايحه لحاجه وانا حاسه ان انا زودتها شويه باكل نصها، يعني باكل برافو. نص الساندوتش برافو. عشان ما تحرميش أو نص، نفسك. عشان ما احرمش تمام. نفسي خالص. بصوا الحرمان ما حدش فينا بينفع يتحرم فور ايفر. هتيجي في يبقى لحظه هتنفجري. صح. فدي من اوحش ولما الحاجات. تنفجري اللي هتبوظ الدنيا. هتعملي هترجعي العكس تاني. تماما. وبعدين خدوا بالكم من حاجه، من ضمن متع الحياه الاكل. صح. فانا ليه احرم نفسي من حاجه بحبها وانا مش عايزه هي اكتئب؟ الفكره في انه كل واحد يفهم جسمه واحتياجات جسمه ويتعامل معاه ازاي، ما تبقاش أو حاجه تعرفي بقى- تطبق علينا كلنا. لا 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 مفيش حد خالص، بيطبق ما قاعده ينفعش. على كل الناس. ما ينفعش. هو للاسف الناس بتاخد كده، ده الناس بتاخد دايتس بعض. يعني هقول لك على مثال، انا رحت انا وواحده صاحبتي لدكتور تغذيه علشان نعمل دايت، بس هي جسمها مختلف عن جسمي، هي املى مني ومطلوب، يعني هي عايزه تنزل كيلوات اكتر بكتير عني. وبعدين لقيناه ادانا نفس النظام الغذائي. يعني انا دخلت وزنت واداني ورقه، هي دخلت وزنت واداها نفس الورقه، خرجنا لقينا نفسنا عندنا نفس الوجبات. فهي راحت مقطعاها في ساعتها وقالت لي مش ممكن تكون المطلوب منك هو نفس المطلوب مني، استحاله. يعني الناس أنا بتاخد ممكن دايت من كلنا على إحنا النت. بنعمل اللي هو ازاي أنا بقى؟ باخد ما دايت صحابي. ينفعش، ما ينفعش على أيوة، فكره. باخد دايت لأن صحابي انت عادي. مشكلتك غير مشكله صاحبتك. صح. انت بالظبط. بتاكلي امتى وبتاكلي جسمك غير كميات ما قد بتنفعش، ايه. ما انا باخد دايت صحابي ما بالظبط بينفعوش يعني كده. بس بفشل يعني. ساعات يا دكتور حاجات مثلا كانت بتتعبنا، ودي مشكله عند دينا. دينا قاعده تشاور لنا. دينا بروديوسر البودكاست وبتشاور لنا انه في حاجات معينه، عناصر غذائيه معينه، اللبن بقى او اي حاجه تانية ما كانتش بتتعبها زمان بتتعبها دلوقتي. هي دينا لسه تم 40 وهي بتقول انه في حاجات ما كانتش بتتعبها فعلا، هضمها بقى اصعب عليها. وبتقول كمان انه هي كان في دايتس طول الوقت كانت زمان كانت لما بتعملها بتقدر تخس، ودلوقتي لما ابتدت تعملها ما بقتش طب اولا يا دينا وانت عندك 40 سنه انت صغنططه قوي. يعني يا جماعه بنقول لها كده والله. لا بليز، عايزين بقى ننبه الستات والنبي. سن ال40 ده يا عيني بيكئب الستات. يا جماعه سن ال40 ده احلى سن الست بتعدي بيه. يعني بجد بجد من 40 ل 45 من احلى السن. بس 45 بس كده خلاص احنا يعني رحنا فين؟ بتكلم على الواو بقى البيك. تمام. فبليز ال40 ده ولا بيحصل فيه حاجه، ولا انا كبرت، ولا هي بس ضغط مجتمعي. في ستات بيحصل لها المينوبوز بدري لو ما فيش تغيير في الهرمون، فال40 ما فرقتش يعني في هو حاجه كله خالص. مرتبط بالمينوبوز. بالزبط. لو المينوبوز ما حصلش في الاربعينات يبقى مفيش حاجه هتتغير، مفيش تغييرات جذريه على الاطلاق. لكن لازم نتفق ان كل حد فينا من مرحله لاخرى بيختلف. انا واحده من الناس اللي الشاي عمره ما كان بيسهرني دلوقتي يعني ما جراش حاجه. الماده نفسها بيختلف. يعني وارد ان اكل ما كانش بيتعبك يتعبك. واي نوت. متهيألي كمان في حاجات زي الهشاشه، بيبقى الستات بالذات قلقانه جدا مع البيري مينوبوز والمينوبوز وانقطاع الدوره، سواء يعني لما تقرب او مع انقطاعها تماما بيخافوا قوي من موضوع الهشاشه.
ودايما بقى الحلول بتبقى طب خدوا كالسيوم، خدوا مغنيسيوم عشان النوم وعشان الهشاشة والحاجات دي سبلمنتس والفيتامينات اللي كتير قوي الناس رجالة وستات تلاقي دخلوا بقى في السن 40 وال50 وبدأوا ياخدوا فيتامينات عشان هو كده. تعالي نتكلم على الهشاشة. العظم ده ما هو إلا بنك، والمفروض كل أم تعلم بنتها إزاي تملى البنك ده. ده رصيد. صح. تمام كده، لان الصغيرين اساسا بياخدوا الانتاج بتاعهم من الكالسيوم، بياخدوا كالسيوم قليل جدا، فده بيأهل البنات ان هي لما تدخل في المينوبوز يجي لها هشاشه. المفروض نعمل ايه؟ المفروض ناكل منتجات الالبان والاوراق الخضراء، دول اكتر حاجتين فيهم والبيض طبعا اكتر حاجتين فيهم كالسيوم. طيب هو الكالسيوم هيروح لوحده للعظم؟ لا، الكالسيوم عشان يروح للعظم محتاج فيتامين دي. طب فيتامين دي ده اكتر حاجه اكتر حاجه موجود فيها ايه؟ نرجع للبروتين الحيواني. من اكتر الحاجات الغنيه بالفيتامين دي البروتين الحيواني والكبده والبيض والشمس. تمام صح. وش تعرض للشمس. بس الشمس بتعمل يعني بتحول الفيتامين د من فورمة لفورمة تانية. أوكي. تمام كده، لكن لازم أبقى باخده اوريدي عشان الكالسيوم يعرف يدخل العظم بشكل مظبوط عن طريق مساعدة الفيتامين دي والمغنيسيوم أنا محتاجة رياضة فعلا. يعني لازم الرياضة علشان أستفيد بالفيتامين دي والرياضة والكالسيوم اللي بتحمل الوزن على العظم. فاحنا محتاجين عشان كده المشي ده بالنسبة للرجلين والبوش اب على الحيطة. أنا مش لازم أروح الجيم، أقف على الحيطة وأعمل بوش اب بإيديا كده، عملت مقاومة على إيديا. أوكي. تمام كده. طيب هنيجي بقى لمرحلة ان احنا اغلبنا ما بياخدش من الاكل احتياجه من الكالسيوم والفيتامين دي، فبياخدها بالفيتامينات. بس قصدي الناس تجري عليها من غير ما تعمل تحليل، من غير ما تعرف عندها ديفيشنسي، عندها نقص ولا لا. هو المفروض ولا لازم الواحد يعرف الاول، لان في كده عارفه يعني دخول بقى البيري مينوبوز والمينوبوز، يلا خدوا مغنيسيوم، يلا خدوا فيتامين دي. خدت فيتامين دي لدرجه ان انا خدته بزياده قوي، يعني فكان المعمل كلمني وقال لي انت قربتي من التسمم التوكسيسيتي. الخطوره فعلا، لان فضلت مكمله بقى، ما انا ما بعملش تحليل، انا ماشيه مع الفيتامين دي الى ما لا نهايه. فعلا فيتامين دي يتعمل تحليله والكالسيوم لازم نعمل، او العظم عامه عشان نشوف انا عندي هشاشه ولا لا، لازم اعمل اللي هو مقياس الهشاشه. أيوة. يعني نعملها مره كل سنتين بس نبقى عارفين احنا عظمنا فيه ايه، لان على درجات الهشاشه تختلف. احنا الفيتامين دي والكالسيوم لو انا عندي هشاشه لا، ده انا لازم الجا لدكتور العظام، لان في ادويه اخرى هتتاخد. هل في هشاشه عند الرجاله كمان؟ في خوف من الهشاشه عند الرجاله؟ طبعا في هشاشه، بس نسبتها اقل من الستات وبتحصل في عمر اكبر من الستات. هي ده الفرق ما بيننا. يعني هيحصل لهم هشاشه بس الايه بقى، لو الستينات مثلا او السبعينات في الحدود دي. يعني الخوف عليهم مش في وقت الاربعينات والخمسينات. لا مش ده، بس طبعا لو انا عندي، لو حد عنده سوء تغذيه لو عنده نقص في الكالسيوم ممكن يحصل له في سن بدري. مش اي نقص في الكالسيوم، بس خدوا بالكم سوء التغذيه يؤدي لحاجات كتيره قوي. لان الهشاشه يعني ما لو بياكل اكل مش صحي من وهو صغير اكيد هيأثر على جسمه. اصل هو الموضوع مش بس هشاشه، هو نقص الكالسيوم والفيتامين دي زي ما بيجيب الكساح في الأطفال. في حاجة اسمها هو مش ترجمة الحرفية طبعا، بس حاجة شبيهة ليه بتحصل للكبار من سوء التغذية. فهو مش بس هشاشة، مشكلة العظم مش لازم نربطها بكلمة هشاشة، لأن سوء التغذية بيأثر على العظم بأسامي أخرى، بس بيضعف العظم جدا. لو أكلنا بشكل متوازن ثقوا إن احنا هنبقى ما عندناش نقص في حاجة، بس احنا ناكل بشكل متوازن. وده بمساعدة حد يفضل، يعني حد يوجهنا بشكل سليم لاحتياجاتنا الغذائية بعد التحليل. بصي مش كل الناس عندها قدرة ان هي تروح لدكتور، لكن خلينا نتفق، انا لازم في اليوم ابقى باكل بروتين حيواني. حلو كده، باكل في اليوم يا طبق خضار يا طبق سلطة فريش. باكل في اليوم فاكهتين او ممكن يبقوا 3. باكل بيضتين. باكل بيضتين او مثلا كوبايتين زبادي. الكومباينيشن دي معروفه للناس كلها. هي مشكله الناس مش ان هي مش عارفه، الناس دلوقتي بتستسهل البيتزا والبرجر وطبق المكرونه وما بتاكلش عناصر وبتركز على عناصر معينه. والأجيال اللي طالعه ما عندهاش حاجه اسمها خضار وسلطه، دي كارثه، دي مصيبه. فهي الفكره كلها في
الطبيعي زي ما احنا امهاتنا كانت بتاكلنا واحنا صغيرين. هي ما حدش كان بياخد كورسات تغذيه، بس في حاجات بديهيه معروفه. طب دكتورة منى، في 40 وال50 لو احنا بندي نصيحة 40 و50 و60 يعني من بعد 40، لو تدي نصيحة سهلة وبسيطة وممكن كل الناس رجالة وستات يقدروا يلتزموا بيها، ازاي التغذية والأكل يعني خلينا نقابل التحديات اللي ممكن تحصل في السن ده؟ اهتموا بالبروتين الحيواني اول حاجه، تمام؟ لان في ناس عندها كونسبت انا كل ما اكبر ما بقتش محتاجه بروتين. دي غلط خالص. احنا كل ما بنكبر بنحتاج بروتين زي ما كنا عيال صغيره. دي اول حاجه. بس بروتين حيواني ده كان ممكن سمك صح؟ مش طبعا. بس طبعا. فراخ، لحمه، سمك، كلهم بروتين حيواني بنفس عشان في ناس قصدي ما بتبقاش عايزه لحمه حمراء كتير مشكلة. او كذا. كل واحد ياكل اللي هو بيحبه. اوكي تمام. الحاجه التانية رياضه. يعني خلينا نحط المين بوينت رياضه. الحاجه الثالثه لو عايزه انجح في ان انا احافظ على وزني او اخس، مفيش جوع. توزيع الاكل بشكل متناسق على مدار اليوم ما يخلينيش اجوع. يعني مفيش تباعد بين الاكلات علشان ما اقعش من الجوع. لان انا وانس جوعت هاكل كميه نشويات اكتر من اللي المفروض كتير قوي غصب عني. الناحيه النفسيه مهمه جدا. انا بحب الجاتو، مفيش مانع ان انا اكل جاتو، بس مش كل يوم اكل حته جاتو. اكل حته جاتو مره في الاسبوع. ومش معنى ان انا باكل خضار او سلطه ان انا اكل طبق قد كده. على فكره حتى السلطه لو كبرتي حجم معدتك لما هتاكلي سلطه كتير، لما هتيجي تاكلي بيتزا هتاكلي بيتزا كتير. دي نقطه مهمه جدا، لانه الناس حتى لو خدتي حاجات ما بتتخنش بس بكميه كبيره. لا، الناس كانت ماشيه بمفهوم انه تملى بطنها سلطه عشان ما ياكلش من الحاجات التانية كتير. بس الفكره ان هو كبر حجم المعده بالكميات كبيره. نجاح الدايت اساسا في تصغير حجم المعده. لانك لما تصغري حجم معدتك الحاجه اللي فيها كالوري كتير هتاكليها قليل، وبالتالي ما بقتش مضره بالنسبه لك. فهي دي المشكله. دي نقطه مهمه. يعني كميات طبعا. أوكي. طبعا. ميرسي جدا يا دكتور. شكرا يا دكتور. نصايح مهمه نلعب جدا. نلعب رياضه ونقلل الكميات وما نحرمش نفسنا من حاجه. بس كده صح. ونعمل بالانس بين بنحب ايه وجسمنا محتاج ايه. هو التوازن اهم حاجه. بس كده. ميرسي يا دكتوره منى. العفو جدا، نورتوني.